يا صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو اللي فات عرفنا اهم الحاجات اللي لازم تعملها قبل ما تفكر انك تذاكر. وفي دقيقة فيديو النهاردة لو ضميرك بيأنبك عشان تذاكر وما بتعملش اي حاجة، ايه الحل؟ قوم هات ورقة وقلم واكتب اسماء المواد اللي عندك كلهم وانت قاعد قدام التلفزيون. مش شرط تروح مكان المذاكرة بتاعك او تتحرك من مكانك، او انت حتى قاعد في البلكونة او انت قاعد لوحدك، المهم تكتبهم في ورقة وبسرعة. وابدأ شوف وراك كام درس متأخرين عليك في المذاكرة في كل مادة واكتبهم. مثلا عندك عربي وانجليزي ورياضة وجغرافيا وفلسفة، فمثلا عندك في العربي اول درسين ما ذاكرتهمش نهائي، وفي الجغرافيا الدرس الثالث، وفي الرياضة الباب الاول كله، وفي الفلسفة عندك بس الدرس الرابع اللي ما ذاكرتوش نهائي. وفي فرق ما بين الدروس اللي ما ذاكرتهاش نهائي واللي محتاج تعيد مذاكرة عليها من تاني. وطبعا لو كنت طالب جامعي هتطبق المثال ده على المواد بتاعتك. دلوقتي بقى بص في الورقة دي بعد ما كتبت اللي المفروض تذاكره، حسيت ان وراك هم ما يتلم؟ صح طبعا، اكيد مش هتقعد تتفرج بقى عليهم والدروس بتتراكم عليك. قوم حالا هات كتب اول مادتين كتبتهم واختار مادة فيهم وانت قاعد كده اقرأ الفصل الاول في السريع، بس خلي معاك قلم وعلم على المهم، وهتلاقي نفسك طلعت نقط مهمة كتير وتحفزت انك تبدأ مذاكرة. دلوقتي بقى تقوم على مكتبك وتكتب النقط المهمة اللي علمت عليها دي في الفصل ده في كشكول المذاكرة بتاعك. ودلوقتي تقدر تذاكر يا بطل بكل همة ونشاط وانت متغلب على الكسل اللي كان بيحاوطك من كل مكان. اعمل لايك للفيديو وصور المعلومات المهمة اللي علمت عليها في الفصل اللي ذاكرته وارفعها على جروب الفيس، منها نشجعك انك ذاكرت الجزء ده ومنها تشجع غيرك انه يذاكر، ويمكن يكون حد من نفس سنك يستفاد منك. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. اشوفكم الفيديو الجاي، بالتوفيق.